بطن القدم توصل لابو تريكه، ابو تريكه محمد ابو تريكه واللمسه الحلوه اوبا، والهدف الاول، الهدف الاول على طول للشياطين الحمر. محمد بركات، محمد بركات وما ادراك من هو بركات، الدينامو اللي بيتحرك في كل مكان في كل حته، واولى الاهداف في لقاء جديد. شوف ابو تريكه، يا الله على البسط حلوه ابو تريكه، والاستلام وتصويبه حلوه في النص اليمين على يمين محمد عبد المنصف، واولى اهداف هذا اللقاء وهدف اهلاوي بقدم محمد بركات في الدقيقه 17 من زمن واحداث هذا الشوط الاول. يعني تقريبا 28 من زمن واحداث هذا الشوط الثاني، والنتيجه حتى الان تقدم الاهلاويه على الزملكاويه بهدف واحد مقابل لا شيء، سجله محمد بركات في الدقيقه 17 من زمن واحداث الشوط الثاني. هذا هو الكابتن فاروق جعفر المدير الفني، كل حضراتكم نجم كبير، احد ابرز نجوم الكره الزملكاويه والمصريه في السبعينات، وطبعا مفيش كلام استطاع بخبره كبيره، والهجمه جوه الجول، جوه الجول، جوه الجول، جوه الجول من زمن واحداث هذا الشوط الثاني. عادي تعدي محمد بركات يا جماعه، والمشكله مشكله كبيره الاثنين خلف دفاع طولا من ابراهيم سعيد ومعتزين، ولكن ربنا يكون في عونهم، لان طبعا المراكز دي مش بتاعتهم خالص، بتاعت محمود